السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكر الله وصلي على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الفيديو ديتي انا عايز اسامة حسن، اسمه الواد اسامة حسن ده اللي ما يطلع، ده الواد الزملكاوي ده اللي ما يطلع يعمل فيديوهات. في خناقة امبارح حصلت، يعني عشان تشوف والله العظيم تشوف الكوميديا بتاعت ايه نادي الزمالك. عشان لما نقول احنا كوميديا والناس بتضحكني الزملكاويه بيزعلوا. طبعا نادي الزمالك والله العظيم يا اخوانا عمره ما كان بالضحك ديتي او وصل للحال ديتي قبل 10 12 سنه. كانت الدنيا كان منافس شرس، وكان منافس ند بند للاهلي في كل حاجه. دلوقتي لا. المهم اقول لك الحكايه. كان الموسيقار امبارح جاي يركن عربيته، لقي فين؟ لقى عربيه بي ام راكنه بكانه. قال لهم عربيه مين دي؟ قالوا له ده عربيه محمد عبد الغني اللاعب بتاع الاهلي بتاع الزمالك، عفوا لعيبهم يعني. قال له روح قول له خليه يجي يشيل العربيه. المهم راح واحد قال لمحمد عبد الغني، شاف ولا اسمه، المهم عبد الغني المدافع، وقال له تعال شيل العربيه. الموسيقار مكان الموسيقار قال، المهم قال له انا في التمرين ما ينفعش اسيب التمرين وجاي. راحوا قالوا للموسيقار يا ابوي ده في التمرين وما ينفعش يسيب التمرين، وسوريو يزعل. وبعدين قال اسوريو مين؟ وعبد الغني مين؟ وانا جايب ميسي يلعب معاي؟ وروح جيب له ده. لما يوم ما جبته من جاء في نادي الزمالك كان جايين بتوك توك. طب بالله دي حكاوي دي، يعني دي حكاوي دي. المهم الراجل برضه عبد الغني سكت، ما سكتش عبد الغني. يعني استكمالا للضحك والكوميديا بتاعت نادي الزمالك ده، راح نزل على الانستجرام صوره وهو سايق توك توك. فوالله يعني بصراحه ربنا يخليكم لينا ويخلي الزمالك، يعني مش الزمالكاويين، الناس الزمالكاويين ناس محترمين وحبايبني، بس القائمين في الزمالك الحاليين والدنيا دي مع الضحك بصراحه، ما يضحكونا ضحك بصراحه، مدينا كوميديا ملهاش حل. فبس هذه قصة عبد الغني، قصة الخناقة بتاعت عبد الغني والموسيقار، وأدامكم في حياتنا حلوين كده.